تعرضت مقاطعة تشانغان في كوريا الشمالية لفيضانات وانهيارات أرضية هائلة نهاية يوليو الماضي، مما تسبب في كارثة إنسانية كبيرة. لكن الصدمة لم تكن في الفيضانات نفسها، بل في رد فعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. ضربت فيضانات عارمة مقاطعة تشانغان في كوريا الشمالية، تحديدا على الحدود مع الصين. النهر الحدودي يلوفاض وغمر مساحات شاسعة من الأراضي، مما أدى إلى مقتل 2500 شخص على الأقل وتشريد آلاف المواطنين. غمرت المياه أكثر من 4000 منزل و30 كيلومترا مربعا من الأراضي. قام كيم جونغ أون بزيارة المناطق المتضررة، متجولا في القوارب برفقة المسؤولين المحليين لتقييم حجم الكارثة. وبعد انتهاء جولته عقد اجتماعا مع مسؤولي المقاطعة داخل أحد القطارات المعطلة. خلال الاجتماع وبخهم بشدة واتهمهم بالإهمال في الوقاية من الكوارث. بعد شهر واحد فقط من التوبيخ صدر أمر بإعدام 30 مسؤولا في المقاطعة المتضررة من الفيضانات. وفقا لتقرير من التلفزيون الكوري الجنوبي تشوسون، تم إعدام هؤلاء المسؤولين رميا بالرصاص في أواخر أغسطس دون محاكمة رسمية. أثارت هذه الأخبار ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي. البعض اعتبر القرار قمة في الغباء والظلم، بينما رأى آخرون أن كيم جونغ أون اتخذ القرار الصحيح لتعزيز الانضباط.